انت بتخبي ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ايه الساعة دي؟ بابا أدهم؟ ألو؟ ما ترد! رد يا جبان رد! يا ربي على قرفك! أنا لحقت! رد يا جبان! على فكرة احنا عملنا تحاليل لنور، انت نسيتي؟ علشان لو فيها أي مشكلة لا قدر الله نلحق نعالجها بدري. انت عندك حق، بس انا يعني ما عنديش مبرر اقوله لها. اهي عماله تتصل تاني، دي اتصلت يجي 20 مره، اقول لها ايه؟ انت عملتي لنور أحلى حاجة ممكن تحصل لها من سنين، صدقيني. أرجوكي بلاش تندمي، بلاش الإحساس ده، ما تقلقيش، أنا معاكي يا ميس مريم، أنا معاكي ما تقلقيش. حاضر حاضر. هي مش هتقدر تعمل لك أي حاجة. بس اتصل تاني. انا هرد عليها واكلم حضرتك تاني. ماشي. طيب سلام. سلام. صدق الله العظيم. ايه يا حبيبي اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ محتاجة حاجة أجيبها لك وأنا راجع؟ لا يا حبيبي مش محتاجة حاجة، بس انت رايح فين دلوقتي؟ سيدة عيشة، هصلي الفجر. ربنا يسعدك ويريح قلبك يا رب وبالك، ويبعد عنك أي حاجة وحشة. ربنا يخليكي ليا يا أم. يخليك يا حبيبي. اهدي وما تخافيش، ها؟ عايزك تبقي ثابته كده. بني آدم ده بيعمل معاكي إيه؟ وأنت يا بنتي كده دايما جبانة وبتتحمي في حد؟ مالك كده جاي وفارد عضلاتك علينا؟ هي خروجة نور النهارده ردت فيك الروح ولا ايه؟ بصراحة ايه؟ هو انت مفكر ان احنا عايشين في عزبه؟ البلد دي فيها قانون. انت مش هتاخد بنتك غير وهي عندها 15 سنه، ويوم ما تحب تشوفها تيجي تستأذن، تقول لها لو سمحت يا مدام نبيله انا عايز اشوف بنتك، وهي تسمح لك يا ما تسمحلكش. لا والله. والله. طب ما أنا بخبط على المدام بقالي 5 سنين والهانم ما فتحتش، المفروض أخبط 5 سنين كمان؟ تخبط 5 سنين كمان. دي شغاله ليل نهار عشان تصرف على البنت، ولا مفكر ان شويه الملاليم اللي بتدفعهم في المحكمه دي فلوس؟ ما تتكلمي يا مدام نبيله. لا يا حبيبي فوق. بنتك بتصرف فوق ال 8000 جنيه شهريا. ده غير فلوس الباص. صحيح، هو انت عارف الباص ده لوحده بياخد كام؟ وبعدين ما تنساش يا فنان، في 2 مليون جنيه ديون لسه ما دفعتهمش. يعني أنا لو ما دفعتش الفلوس دي أنت هتحرميني من بنتي؟ طبعا، وتشوفها ليه؟ هو انت بتصرف عليها؟ وهو الأب وظيفته إنه يصرف على بنته بس؟ بنتك مش مظبوطة يا نبيلة، بنتك مش كويسة، وانت بتأذيها كل يوم أكتر من اللي قبله لما بتبعديها عني بالعافية، ومشيالي ورا البتاع دوت ودايسة على قلبك بالجزمة. لو سمحت يا بيه ما تقولش بتاع. اسكت يا استاذ انكل. انت بني آدمة باردة مفيش جديد. اسمحي لي أسألك سؤال من فضلك، انت قبل ما تسيبيني كان معاكي جنيه تصرفي منه؟ ولا كنت بتضحكي عليا وتستعبطيني لما كنت بتقولي لي أنا عايزة فلوس علشان أشتري للبنت وليا وللبيت، وتاخدي الفلوس ديت تحوشيها من ورايا؟ ها؟ الفلوس دي اللي انت جايبه بيها عربيتك ولبسك ولبس البنت وكل حاجاتكم. انت عارفه انت كنت بتسحبي مني قوي كل شهر كام؟ اصل انا عارف اللي فيها نبيله. لا يا حبيبي ما تصدقش نفسك قوي كده. على فكره انت ما عملتش اي حاجه ممكن اي راجل يعملها لبيته ومراته واولاده، ها؟ ما تبص حواليك كده وخليك شواف. شوف الستات عايشه ومتهنيه مع جوازاتها ازاي. ده انا اللي هو واحده ست اهو قدامك، كلت الشغل ده اكل عشان يبقى معايا اللي يعيشنا انا وبنتي. انا لو بنتي في حضني يا بني ادم عمري ما كنت هخسر اي حاجه في حياتي. لو بنتي في حضني كنت هموت نفسي في الشغل عشان اجيب لها فلوس واعيشها ملكه، لكن اقول ايه واشرح ايه ولمين اصلا؟ مهما عملت يا ادهم عمرها ما هتحبك ولا هتحتاجك فيه. طمني، مفيش عيل ما بيحتاجش ابوه. هو انت فاكره ان هي بنتك لوحدك؟ ايوه،
بنتي لوحدي وبتنام في حضني كل يوم، ومفيش غيري بيحميها ولا بيهتم بيها ولا بيدلعها، ولو غبت عنها يوم واحد بس بتنهار. طمني بكره تكبر وتعرف الحقيقه. حلني بقى لما تكبر وشوف هتختار مين فينا. وانت فاكره ان انت كده يعني كسبتي اللعبه اللي انت فرحانه بيها؟ انت بس يا ادم اللي مش قادر تصدق ان دي مش لعبه وان هي الحقيقه، وانك اب على الورق وبس. وديني يا ادهم لو طول تمحيك كمان من على الورق همحيك، وحياه ابويا وشدته لو قربت من بنتي تاني. اعملي فيا اللي انت عايزاه براحتك، براحتك. بس لو فكرت تيجي على البنت يا نبيله او تطلعي عقدك عليها، اقسم لك بالله ما هسكت لك. على فكره ده تهديد رسمي وانا مش هسكت. البلد دي فيها قانون. في انت منهاره كده ليه؟ اهدي يا مدام نبيله، ده بيجعجع بكلمتين. اهدي. انا من 8 الصبح هبقى عندك في المدرسه عشان اشوف الخبيثه اللي اسمها مريم دي. ايه ده؟ مدام نبيله. تاكس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. صدق الله العظيم. من فضلك يا مولانا أنا عايز أتكلم معك كلمتين. اتفضل يا ابني. دلوقتي أنا أب ومحروم من بنتي، واتظلمت ظلم كبير قوي من طليقتي ومن المحامي اللي معاها. اتسجنت ظلم وعفش البيت اتسرق مني. اضطريت علشان أشوفها أروح لها المدرسة سرقة. من كتر ما هي وحشاني لما خدتها وحصل اللي حصل اتهموني بإني مجرم وخطفتها. فأنا مش عارف أعمل إيه. بص يا ابني، لو أم البنت منعك تشوفها وبتستخدمها سلاح ضدك فده ظلم، ظلم بين. وربنا قال في كتابه الكريم: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا أم تأذي الأب بالأولاد ولا الأب يأذي الأم برضه بالأولاد. بنتكم دي نعمة من ربنا ليكم انتوا الاتنين، دي مش غنيمة، مش غنيمة حرب. وبعدين ربنا هيسألكم عليها يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أرجوك روح لأم بنتك وكلمها بالمودة، وإن شاء الله هتوجد حل. حارب من أجل بنتك عشان تشوفها تاني، ما تستسلمش، وإن شاء الله هترجع. فهمت يا ابني؟